ألف 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 مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للجمهور، ألف مبروك لكل واحد أهلاوي الفوز بالدوري ال 43 في تاريخ بطولة الدوري المصري. خلص الأهلي كسب الدوري، هو ما بيلعبش يا جماعة. هو ده الفرق بين الأهلي وبين أي حد تاني. الأهلي كسب الدوري وهو 29 ماتش فقط. بكام نقطة يا عم الحاج؟ 54 نقطة، 56 نقطة في الرينج ده. الاهلي فاز بالدوري وهو ما لعبش. ركز معايا يا حبيبي، الاهلي فاز بالدوري وهو ما لعبش، بس باقدام لعيبته. ايه يا عم؟ ما هي كده، باقدام لعيبته. اللي جابوا جول مين؟ محمد شكري اسيست. بيراميدز كانت بتلعب سيراميكا، بيراميدز خسرت 2-1. محمد شكري عمل اسيست بتاع الجول الثاني. صلاح محسن استلم الكوره وحطها بشماله في البعيده، والاهلي يتوج رسميا بالدوري المصري. يعني ده جول التتويج باقدام صلاح محسن اللي هو في سيراميكا كليوباترا، اللي خلى الاهلي يفوز بالدوري. يعني ركز معايا، هي لفه كبيره كده، ولكن اخيرا الحمد لله بعد سنتين الاهلي خسر فيهم الدوري بظلم وفجر تحكيمي. الاهلي يسترجع البطوله المحببه، بطوله الدوري، وهو حاطط رجل على رجل. هو لاعب 29 ماتش فقط، اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع. الفريق الوحيد اللي ما خسرش، اتعادل 6 مباريات فقط. كل حاجه يا جماعه. يا جماعه كل ايه الجمال ده يا جماعه؟ ايه الدلع ده؟ اقسم بالله حقيقي الاهلي لما بيكسب الناس كلها بتفرح، مصر كلها بتفرح. ليه؟ انت عامل النهارده كل حاجه جميله. ده البطوله الخامسه لمارسيل كولر في خلال سنه، البطوله الخامسه للاهلي السنه دي، البطوله الخامسه للاهلي السنه دي. 2 سوبر وافريقيا ودوري وكاس، 2 سوبر وافريقيا ودوري وكاس، ولسه في كاس، لسه في سوبر تاني افريقي، لسه في سوبر هيبقى مصر تاني ان شاء الله. يعني انت شغال، الدنيا لسه شغاله. إيه، للاسف الحاجه اللي ضايقت الواحد من الفرحه او زعلت الواحد شويه، ان انا كان نفسي الماتش ده يبقى يتوج الاهلي، يتوج رسميا في الماتش الزمالك. ولكن مش مشكله. المفروض بقى يا جماعه، المفروض من باب الروح الرياضيه، المفروض من باب الروح الرياضيه نادي الزمالك يعمل ممر شرفي لابطال الدوري. ايه بتقول ايه؟ ايوه، المفروض نادي الزمالك يعمل ممر شرفي لابطال الدوري. يا جماعه مش انتوا طالعين لنا في الروح الرياضيه والكلام الكتير والفير بلاي والكلام ده كله؟ نطبق حته صغيره. الاهلي يخش كده يلاقي عند الزمالك واقفه بتسقف له، اتفضل يا كبير افريقيا والدوري. ايه يا جماعه؟ دول يتعاملوا تمثيل يا جماعه، والله ما يتعاملوش ممر شرفي. ولكن هي دي الكوره في مصر. الكوره في مصر يعني الاهلي، الكوره في مصر يعني الاهلي. الحمد لله، مبروك للنادي الاهلي الفوز بالدوري 43 في تاريخه. فاز بالدوري وهو ما بيلعبش، مش ماتشه، مش بيلعب فيه، ولكن بقدام لعيبته المعاره فريق تاني خالص. زي ما قلت خسرنا الدوري السنتين اللي فاتوا بظلم تحكيمي وفجر تحكيمي. يا جماعه ده احنا شفنا تدخلات للفار، الفار بيتدخل في حاجات مش بتاعته. يعني مكتوب كده في الكتاب بتاع الفار، ما ينفعش تتدخل في استئناف اللعب، لا تتدخل في استئناف اللعب. احنا اخترعنا فار جديد اصلا في مصر السنه اللي فاتت واللي قبلها. اخترعنا ظلم تحكيمي فاجر السنه اللي فاتت واللي قبلها عشان نعطل ونوقف النادي الاهلي، ونجحتم فيه حقيقي، بس احنا ساعدناكم شويه. النهارده حاولتوا على الهادي، بس او السنه دي حاولتوا على الهادي، ولكن قوه الاهلي كانت اقوى من ظلمكم وفجركم. الناس اللي هتتكلم في تعليقات، يا جماعه انا هقول حاجه واحده بس. نادي الزمالك حاليا في الدور الكام؟ تقريبا ربع النهائي، في ربع النهائي. حلو. هيلاعب اعتقد بيراميدز في نص النهائي، حاجه زي كده. المهم ان الزمالك صعد بعد فوزه على مين؟ بروكسي. بايه؟ بعهر تحكيمي. مش هقول بظلم، لا ظلم ده كلمه ولا واحد ظلم واحد في فاول مش عارف ايه، لا في 2 ركله جزاء، يبقى ايه؟ عهر تحكيمي. فاهم؟ فانت ما تطلعش تتكلم بقى تاني. اما تكون صاعد دور ربع النهائي او نص النهائي في كاس مصر بعهر تحكيمي من الدور ال 32 قصاد مين؟ بروكسي، اللي هي فين؟ في المركز، في الدوري الدرجه الثانيه، اللي هي ما صعدتش اصلا من السته الكبار. جميل. وتكسبها بعهر تحكيمي. يبقى انت مش تتكلم بقى في التحكيم ولا في الظلم ولا بلا 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 اللي سامعينه ده. بالمناسبه نادي الزمالك توقف من القيد بسبب سبورتنج لشبونه، بسبب مستحقات محمود عبد الرازق شيكابالا. وبقول لك حاليا الاخبار اللي طالعه عشان نطمن اخواتنا الزملكاويه هي ان
إدارة نادي الزمالك بتسعى جاهدة في تجميع فلوس لنادي سبورتنج لشبونة عشان الرفع أو الإيقاف القيد يترفع من على نادي الزمالك. وفعلا لو الزمالك دفع إيقاف القيد هتشال من على نادي الزمالك. بعض الأخبار السريعة جنب اليوم الليلة السهرة الجميلة ديت هي أن مصطفى فتحي الاخبار المقربه اللي هو عايز يجي النادي الاهلي، ولكن في بعض الرتوش لسه ما اتفقوش، ولكن مصطفى فتحي مرحب بالاستمرار بالانضمام الى النادي الاهلي. طب يا جماعه حد يقول لي بيراميدز واخد مصطفى اعاره بنيه البيع، ولكن بشرط موافقه مصطفى فتحي. مصطفى فتحي لو اتفق مع النادي الاهلي مش هيوافق على الانتقال لنادي بيراميدز، وساعتها الاهلي يطلبه ويشتريه من نادي العين الاماراتي او الفتح السعودي على حسب هو بيلعب فين الفريق بتاعه. ولكن في الاخير نقول الف مبروك نادي الاهلي والف مبروك للجمهور بتاعه. لو انا واحد منهم اتشرف ان انا اكون واحد منهم، وان شاء الله تدوم انتصاراتنا وبطولاتنا. بس للاسف ماتش يوم الخميس هيبقى ماتش تحصيل حاصل، حصل خير، بس الممر الشرفي من نادي الزمالك لازم يتعمل. ده من باب الروح الرياضيه. بالمناسبه ده اخر دوري بالدرع القديم، فالمفروض ان الاهلي يحتفظ بالدرع الجديد. ده حاجه برضو من الحاجات الجميله اللي هتحصل السنه دي، ان المفروض ان طالما اتعمل درع جديد، بطل الدوري اخر دوري المفروض بيحتفظ بيها، وبطل اكتر فريق اخذ او فاز ببطوله الدوري المصري هو اللي بيحتفظ بالدرع. ففي كلتا الحالتين الاهلي هو اللي يستحق يحتفظ بالدرع معاه مدى الحياه، لان خلاص استحدثنا نسخه جديده من الدوري المصري، الدوري المصري. فاعتقد ان الاهلي هيفوز او هيخلي معاه النسخه القديمه من درع بطوله الدوري المصري. الف مبروك ل 43 دوري وعقبال المزيد، وان شاء الله يبقوا السنه دي 8 بطولات، مش هنقف عند الخمسه. وبذكركم وبذكر نفسي ان دي البطوله 43 اقوى خط دفاع، اقوى خط هجوم ما خدش او ما حصلوش، ويا رب ما يحصل له اي هزيمه خالص طول السيزون. كل الدعم وكل التوفيق لابطال النادي الاهلي اللي حقيقي رفعوا راسنا وشرفونا في كل المحافل، رفعوا راسنا حرفيا. بالنسبه برضو للشناوي ومحمد عبد المنعم مفيش حد فيهم هيمشي، وعلى لطفي جدد هينضم لنادي زد عشان يستمر معاه. ايمن اشرف وشيري حسين هيخرجوا رسميا خلاص من النادي الاهلي، واحتمال كبير جدا ينضموا الى نادي زد. في المقابل استمرار عارض كريم نيدفيد وسعد سمير ومصطفى البدري لنادي فيوتشر، وهيبقى قصاد الموافقه ديت انضمام بوبو لاعب خط وسط نادي فيوتشر. والاهلي هيسعى جاهدا في انهاء الصفقه ديت بعد يعني كولر شاف اللاعب وشاف الفيديو بتاعت اللاعب وشاف الماتشات بتاعت اللاعب، وكان متابع اللاعب الفتره الاخيره ومصر على التعاقد مع بوبو. فلذلك الخطيب قال له هنسعى جاهدين وهنجيب لك بوبو زي ما انت عايز، وان شاء الله بوبو في الاهلي. وعشان ما نطولش على حضرتك وعشان ما نطولش على حضراتكم صوروا بس الفرحه من البطل الواحد، نقدر نقول لكم الف مبروك ونتقابل في حلقه جديده مع احمد ايهاب. السلام عليكم.